على حسب انا باكله كام وجبه في اليوم. على فكرة أوزان القطط والكلاب عند الولادة بتختلف على حسب القط غالبا بيتولد 100 جرام، لكن الكلاب بيبقوا سلالات، في سلالات ضخمة أو كبيرة بيبقى وزنها أكبر من السلالات الصغيرة أو المتوسطة. يعني هنلاقي وزن الكلب على حسب سلالته متفاوت، من أقل من نص كيلو لكيلو جرام عند الولادة. طيب، أنا دلوقتي عرفت هقدم له الأكل قد إيه وكم مرة في اليوم. بالنسبة لأكل البيت، هو كويس عادي بياكل زينا، بس في شوية محاذير. أولا ما ينفعش أكله أكل ني، يعني احنا متعارف انه ممكن تروح شايلة حتة راس سمكة وتروحي رميها للقطة، لا ما ينفعش قبل الطبخ يعني، لا ما ينفعش أكله أكل ني، لانه الاكل الني بيبقى فيه سالمونيلا، فيه بكتيريا كتير ممكن تأذيه. الحاجة التانية ما ينفعش اكله اللبن ولا منتجات اللبن، لان انا قلت لكم انه هم عندهم لاكتوز انتولرانس، يعني مش بيقدروا يهضموا سكر اللاكتوز الموجود في اللبن ولا منتجاته. فممنوع للقطط والكلاب اكلهم لبن او منتجاته. برضو ده عكس المتعارف عليه ان القطة بتشرب لبن، لا هي ما بتشربش لبن. حاجة كمان ممنوع العظم بتاع الطيور اللي هي الرفيع قوي، زي مثلا الموجود في الأجنحة، لأن احنا البني آدمين بنعرف نطلع العظم ونفصله عن اللحم، لكن القطط والكلاب مش هيعرفوا يعملوا ده. فممكن العظام الصغيرة دي تعمل ثقوب في جسم، في أمعاء الحيوان. ممنوع التوابل، ممنوع السكر الأبيض والسكر الصناعي، ممنوع الشوكولاتات. كانوا زمان لما يبقى الكلب رافض الدواء يحطوا الدواء في قطعة شوكولاتة ويدوها له، لا اكتشفنا ان الشوكولاتات سامة للقطط والكلاب. ممنوع كمان الفاكهة اللي فيها بذور، لان البذور سامة للقطط والكلاب. طيب، دي كلها في حاجات تانية ممكن احطها لكم في صندوق الوصف، حاجات ممنوع تاكلها القطط والكلاب من اكل البيت. طيب، في معلومة عايزة اقولها، انه القطط والكلاب لما بيتولدوا المفروض بنمسك قماشة تكون مبلولة بمية دافية وتكون نظيفة طبعا، ونعمل مساج على الجينيتال اريا اللي هي المنطقة اللي بيتبرز ويتبول منها، عشان نحفز التبول والتبرز عنده. اخر حاجة بقى ما ننساش التطعيمات. لازم في تطعيمات للفيروسات، ولازم في تطعيمات للديدان اللي هي اللي جوه الجسم، بنسميها طفيليات داخلية، ولازم تطعيمات للطفيليات الخارجية اللي هي بقى العس والقراد والبراغيث، الحاجات اللي ممكن تعمل جرب. على فكرة في أمراض كتير سواء فيروسات أو ديدان أو طفيليات خارجية بتبقى معدية من القطط والكلاب للبني آدمين. فأي حد هيربي قط أو كلب لازم ينتبه كويس جدا من التطعيمات دي، عشان هو كمان ما يتنقلوش مرض. بس كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة.